ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالى اقول لكم على الفازلين واستخداماته ايه. هقول لكم على كام استخدام كده هيعجبكم ان شاء الله لو جربتوه، وانا استخدمته وعجبني جدا. قبل ما ابدا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس، اهم حاجه عشان يوصل لكم كل جديد. الفازلين استخداماته حلوة قوي. اول استخدام للفازلين وهو لما بنيجي نصبغ مثلا شعرنا، ممكن تحطي على الجبهة من قدام كده عند الشعر الصغير البيبي هير اللي قدام ده، علشان الجبهة ما تنسبغش ولا جلدك يبقى لون، او ودنك او الاماكن اللي معرضة ان الصبغة تيجي عليها. لو حطيتي الفازلين الاماكن دي مش هيحصل لها اي حاجة ولا هتتأثر. وكمان هي لو جت على بشرتك او جت على الجلد بتاعك فده غلط، فمن الافضل ان احنا نحط الفازلين قبل الحاجات دي. الناس اللي بتحب تركب رموش، مكان لزق الرموش لما بتلزق على الرموش اما بتشدوه ساعات بيبقى جامد، ما بنعرفش نقدر نشده كويس، فهنجيب الودانة نحط حتة فازلين عليها وبنمشي على حرف الرموش من فوق مكان اللزق، بتشال معاكم بكل سهولة. ده تاني استخدام كويس ليه جدا. في كمان استخدام لكعب الرجل. لو كعب الرجل فيه تشققات او تحسوه فيه مقشر او فيه بعض خطوط كده او ناشف شوية، هنجيب الفازلين هنحطه على الكعب بتاع رجلينا بعد ما نغسل رجلينا كويس جدا وننشفها، وبنلبس شراب. تاني يوم بيبقى الكعب تحفة. لو استمرينا على الروتين ده كذا يوم كعب الرجل هيبقى كويس جدا ومش بيشقق. كمان ممكن ندهن الفازلين. الناس اللي بتحب تحط اكلادور او حنة سمراء، دايما اللي بيحطوا حنة سمراء ساعات احيانا كده حوالين الضافر بيتبهدل. لو دهناه فازلين او احنا بنحط الاكلادور دهناه فازلين مش هيتعك الجلد خالص، وبعد ما نخلص مش هتمسحوا الفازلين، مش حاجة هتأثر على الجلد اللي حوالين الضافر بتاعنا. كمان لما نيجي نبقى عاملين شعرنا مثلا بيبي ليس او استشوار او ايا كان، او هو هايش لوحده، ممكن نجيب حته صغيره خالص وعلى اطراف الشعر وبنحط الفازلين. بس حذاري نحط على فروه الراس لان هو تقيل جدا جدا على فروه الراس، ومش مستحب ان هو يتحط على فروه الراس. كمان الناس اصحاب البشره الجافه قوي، البشره اللي جفافها هم فاهميني، جفافها مهما حطيته مرطب في الشتاء بالذات فهي جافه ومشدوده جدا. لو بشرتك كده اول حاجه لازم تغسلي بشرتك بميه، يعني البشره تبقى منديه يا دوب تنشفيها حاجه بسيطه. ما ينفعش نحط الفازين على بشره جافه ناشفه كده، لازم نغسل البشرة وننشفها بالراحة كده طبطبة، وبنحط حتة فازلين صغيرة وبنقعد شوية بتترطب وتبقى كويسة جدا. وده انا جربتها لان انا بشرتي جافة جدا. الناس اللي بشرتهم دهنية ملهمش طبعا علاقة بالكلام ده خالص، لان البشرة الدهنية مش محتاجة فازلين من ده خالص. دي الكلام ده للبشرة الجافة. كمان ممكن نستخدم الفازلين ده لإزالة الميك اب، يعني مثلا لو ما عندكيش ميك اب فوريفر مثلا ومحتاجة انك تزيلي الميك اب، فهتحطي حتة صغيرة كده وهتمسحي بشرتك كويس جدا، في ثانية هيطلع معاكي كل حاجة. وكمان ممكن تستخدميه في ترطيب الشفايف. حلو قوي في الشتاء لترطيب الشفايف، بيجيب نتيجة كويسة جدا. فده كان تجربتي مع الفازلين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس عشان يظهر لكم كل جديد. باي باي.